مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني ديال السلسلة ديال الشرح بعض قصائد الملحون. كيف قلت في الفيديو اللي سبق، هاد الفيديوهات كيكونوا شوية طوال، كنتكلموا فيهم على الملحون وعلى القصائد ديال الملحون، وكنحاولوا نكتشفوا جميع بعض الكلمات يعني اللي كتكون في القصائد ديال الملحون، لأنه الهدف من هذا الشيء كامل هو نذوقوا الحلاوة ديال القصائد ديال الملحون، لأنه فعلا إلا ما كانش واحد الفهم من القصيدة ما كيكونش داك التذوق للحلاوه ديال القصيده. وهذه المره غادي نشوفوا قصيده اخرى اللي هي الجار، واللي صراحه جاتني الفكره انني نحاول نتكلم عليها من بعد ما سمعت لواحد الاغنيه ديال طه النوري، اللي هو واحد الفنان مغربي. الاغاني ديالو مؤخرا ولات كتبان بزاف، ولا يعني كيهتم بالتراث وبالملحون وبالاغاني وبالقصائد ديال الملحون، ودار بزاف ديال المحاولات اللي شخصيا جاوني زوينين بزاف. وهذا الشيء صراحه اللي بغيت من خلال حتى هاد الفيديوهات اللي كندير، بغيت انه المغنيين ديالنا يرجعوا للقصائد ديال الملحون، لانه فيها بزاف ديال الكنوز اللي زعما الا تخدمات مزيان وتعاودت بواحد الطريقه اللي هي آم، اعتذر، تعاودت بواحد الطريقه اللي هي عصريه، غادي نتاكد بانه غيكون اقبال على هاد الاغاني، وغيكون نجاح يعني لهاد الاغاني هادو، لان فيهم كلمات زوينين، فيهم لحن زوين، فيهم قصص زوينه، فيهم تعابير زوينه، فيهم مصطلحات زوينه، فيهم ذوق يعني زوين. وكيف ما نجحت الاغنيه ديال نبيله معا اللي ديما كنعطي بها المثال، الغزال فاطمه، انا كنتوقع يعني لا شي فنان من الفنانه يعني اللي كاينين دابا في المغرب قرر انه يرجع يبحث شويه في هذا الميدان ديال التراث، خصوصا الفن ديال الملحون. كاينين قصائد اللي فعلا الا ولات اغاني غيكون عندها نجاح كبير. فغنشوفوا اليوم هذا الجزء اللي سماه امن هواك. سمى الاغنيه طه امن هواك. هو في الحقيقه أمن هواك عطب قلبي وفناني، فناني خلى من دمعي طوفان. في الحقيقه هذا الجزء هذا يعني هو غير جزء من قصيده طويله اللي سميتها الجار، ديال الشيخ محمد الكبير بن عطية. الشيخ محمد الكبير بن عطية هو يعني مراكشي الأصل. كان في الوقت ديال مولاي عبد العزيز، وكيقولوا بقى حتى الوقت ديال مولاي عبد الحفيظ. كان كاتب عند الحاج عمر التازي. يعني هادشي اللي جا في هذا الكتاب، اللي بالمناسبة هو معلمة الملحون ديال محمد الفاسي. تيقولوا بأنه توفى بفاس. عنده مجموعة ديال القصائد بطبيعة الحال، ماشي غير هذه اللي غنشوفوا اليوم، ولكن هذه هي اللي غنركزوا عليها اليوم. لأنه يعني كيف قلت جات في الأغنية ديال طه. الأغنية جميلة جدا. طوفان فوق خدي والنوم جفاني، جفاني محبوب خاطري ببيان. على حسب ما فهمت دارت كموسيقى تصويرية الفيلم ديال ثلاثة الفرحات. ما عرفتش الفيلم صراحة كيفاش داير، ولكن فيه بزاف كنظن ديال الأغاني ديال الملحون اللي صايبهم نيت طه. وكنظن كاين ألبوم ربما في سبوتيفاي، ربما في يوتيوب نيت اللي فيه هاد الأغاني هادي. فبسم الله نبداو يعني قصة الجار. هاد القصيدة بالمناسبة فيها واحد القضية وواحد الميزة اللي زوينة بزاف. اللي إلا لاحظتي وقريتي الأبيات ديالها مزيان، غتلاحظ بأنه كل بيت، كل شطر من البيت كيسالي بواحد الكلمه، وهذيك الكلمه نيت هي باش كيبدا الشطر الثاني ديال داك البيت. مثلا هنا عندنا امن هواك عذب قلبي وفناني. فناني هي نيت الكلمه اللي غيبدا بها الشطر الموالي، وفناني خلى مدامعي طوفان. طوفان هي الكلمه باش سالا هذا الشطر. الشطر اللي من موراه حتى هو غيبدا بطوفان، وهي غاديه القصيده كلها بحال هكذا كتسالي وكتبدا بنفس الكلمه. وهذا النوع ديال الابيات، ولا هذا النوع ديال الزواق ديال التزويق كيتسمى بالابيات المنشوبه. وهاد القصائد كيتسموا القصائد المنشوبة. فنبداو على بركة الله. أمل هواك عذب قلبي وفناني، وفناني خلى مدامعي طوفان. هذا هو القسم الأول، هذا شطر من القسم الأول. هنا يعني المعنى باين. أمل هواك عذب قلبي وفناني، هي اللي الهوى ديالها أو الهوى ديالو عذبني، وفناني يعني فنيت في الحب ديالك، وفنيت في العذاب ديال الحب ديالك. فناني خلى مدامعي طوفان. مدامعي هما الدموع، طوفان يعني سايلين، جايه من كلمه طوفان اللي هو واحد سيل كبير ديال الماء. طوفان فوق خدي والنوم جفاني. هنا تشبيه، كيشبه الدموع ديالو بحال شي طوفان كينزلوا على الخد ديالو، والنوم جفاه يعني النوم فارقو، ما بقاش كيجيه الناس. جفاني محبوب خاطري ببيان، ببيان خاد عقلي وخرب ديواني. جفاني محبوب خاطري ببيان.
هنا صراحة فهمتها جوج ديال على جوج ديال المستويات. بيان نقدروا نفهموا منها الفراق، ولا نقدروا نفهموا منها بوضوح. جفاني محبوب خاطري ببيان، اي جفاني فرقني المحبوب ديالي وبعد عليا بوضوح بشكل باين، يعني بالعلالي كما تنقولوا. ولا جفاني محبوب خاطري بالفراق، يعني بعد عليا وفرق مني. ببيان خاد عقلي وخرب ديواني. الديوان في الملحون هو الشخص بأكمله، هو الشخص بالقلب ديالو، الشخص بالروح ديالو، الشخص بالمشاعر ديالو، يعني الشخص ككل كيتسمى الديوان. خرب ديواني أي خربني أنا، أي دمر يعني الكيان ديالي، دمر الوجود ديالي، دمر الشخص ديالي بأكمله. فخاد عقلي دا العقل وخرب ديواني أي دمرني. ديواني بين الفضاء بقى حيران. كان نعتقد بأن الفضاء هنا ربما هو الفراق. بقى حيران أي من بعد الفراق بقيت تالف، بقيت دهلان، ما بقيتش عارف شنو ندير. حيران يا هليشي عطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران. وبالمناسبة هذا الشطر هذا كيتسمى الحربة على حساب الكتاب ديال سي محمد الفاسي. قال بأنه هذا المقطع هذا، حيران يا هلي اشي عطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران، هو الحربة ديال هذه القصيدة. الحربة هي واحد الجزء، واحد البيت اللي كيتكرر في القصيده كامله. وغادي نشوفوا بان جزء من هذا البيت راه كيتكرر في القصيده كامله. دائما غنشوفوا هذا الشطر ديال جيراني الغدر عيب الجيران. نمشيو للقسم الثاني. جيران ما تدوز الجار، والجار ما بقى مهجور. مهجور بين صهد النار، والنار كتزيد شرور. شرور ما طفاه مطار، مطار او موج بحور. جيران ما تدوز الجار، يعني الجار ما كيدوزش الجار ديالو. كنظن عندنا مثل بالدارجه اللي تيقول الجار ما يدوز الجار، ولا عار الجار على جارو، اي الجار ما كيمشيش ويخلي الجار ديالو. والجار ما بقى مهجور، يعني الجار ما خصوش يبقى بوحدو، الجار خص يكون دائما الناس معاه، الناس طايرين به. مهجور بين صهد النار، هذه يعني باينه انا مهجور والعافيه يعني كتقدي فيا، كتحرق فيا، لانني بوحدي، لانني مهجور، لانني وحداني. والنار كتزيد الشرور، يعني كل ما هاد العافيه كثرات كل ما الشرور كتنزل عليا. وهاد الشرور ما طفاها مطار، يعني واخا كطيح الشتا، واخا طيح الشتا اكان يعني هذا تشبيه. واخا طيح الشتا، ديك النار اللي شاعله فيا راها كتبقى دائما شاعله. وماشي غير الشتاء، وانما حتى الموج والبحور، ولو يعني تكبوا عليا البحور كامله والامواج كامله، ما غاديش تطفى هذيك النار اللي خلى الحبيب فيا شاعله من بعد ما هجرني ومشى وخلاني. بحور فايضه زادتني تمحاني. هاد القضيه ديال البحر صراحه، المصطلحات ديال البحر في الملحون كثيره بزاف. وديما كيشبه الملاحني او الكاتب ديال القصائد ديال الملحون الحب بدخول البحر. يعني منين كتبغي شي واحد بحال دخلتي لشي بحر، وداك البحر المواج ديالو عاتيه عاليه بزاف، صعيبه بزاف، قاصحه. فإذا كنتي رايس، يعني كتسوق السفينه مزيان، غتقدر على داك البحر وغتقدر على المواج ديالو اللي عاليه. والا كنتي ماشي رايس مزيان، الا ما كنتيش كتعرف تسوق مزيان في هذا البحر هذا، غادي تغرق وغيغرقك. يعني غيغرقك البحر ديال الحب، وغتغرق في البحر ديال الغيوان. بالمناسبه الغيوان هو الحب في الملحون. بحور فايضة زادتني تمحاني. تمحاني ازداد بالتيهان، يعني كيف قلنا دخلت لهذا البحر هذا، ولكن محني بزاف، تعذبت فيه بزاف. هذا البحر ديال الحب قاصح عليا. زاد المحان ديالي، زاد العذاب ديالي بالتيهان. التيهان ربما هناك يعني البعد ديال الحبيب. تيهان مالكي نازل لي في مكاني. آه، الحب ديال اللي مالكاني، الحب ديال المحبوب ديالي نزل ليا في المكان ديالي، جا عندي فين انا، يعني احتل المكان فين انا. مره اخرى عاوتاني مصطلحات ديال الحرب. قاموس ديال الحرب، بحال الا المحبوب شان واحد الحرب على الحبيب ديالو، بحال الا يعني داك الشخص اللي كتبغيه راه عنده جيش ديالو، عنده عسكر ديالو، راه هجم عليك بداك العسكر. وخلاك تعيش داك الحرب، يعني وانت كتبغيه. يعني هنا حب، حرب. كاين هذا القاموس ديال الحرب في الملحون، والتشبيه ديال الحب بالحرب. وغتبان لنا هذه القضيه من بعد اللي غنزيدو للشطر الموالي. مكاني تملى بخيل وفرسان، يعني المكان ديالي، يعني نقدروا نفهموا من المكان ديالي هنايا يعني القلب ديالي. القلب ديالي
والبلاصه فين انا عمرات بالخيول وبالفرسان ديال داك المحبوب اللي انا كنبغيه. هو هاجم عليا انا كنبغيه، وهو راجع ليا داك البغو ديالي، داك الحب ديالي بال يعني بالفرسان وبالخيل وبالحرب. فرسان من طغاة ليوت العتقاني. الطغاة يعني فرسان طاغية، فرسان اللي قبيحة، فرسان اللي ما كترحمش، هجمات عليا وفتكات بالروح ديالي. عتقاني خلاو ساكني ولهان من بعد ما هجموا عليا، يعني هاد الفرسان وهاد الطغاة وهاد الخيل خلاو الداخل ديالي، خلاو القلب ديالي ولهان، اي حيران، اي معذب. والهان يهلي شي يعطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران. وهذه هي الحرب اللي تكلمنا عليها وقلنا بانها غتبقى تتكرر. ندوزو للقسم الموالي. جيران بالحسان طروف. طروف ما دوزو ليف، يعني المعروف انه الجار ديما كيحسن بالجار ديالو، هادشي اللي معروف، هادشي اللي في الثقافه ديالنا. كتروف ما كدوزش، يعني الشخص اللي ساكن حداها، يعني الجار دائما كيعاون الجار. آه، مدنوف والقليب رهيف، رهيف بالهوى مخطوف هنا، يعني كيوصف الحاله ديالو، الشاعر كيوصف الحاله ديالو هنا، وكيقول بان القلب ديالو رهيف، يعني القلب ديالو حساس، القلب ديالو ما قادرش على هاد المشاكل كامله، ما قادرش على هاد الفرسان كاملين وهاد الطغاة كاملين وهاد الحرب اللي راه عايشها من الحب ديال هاد الشخص هذا. آه، رهيف بل هو مخطوف. مخطوف والبدن ضعيف. مرة أخرى كيوصف الحالة ديالو يعني الجسدية، بأن البدن ديالو ولا ضعيف ولا هزيل، ما بقاش عنده يعني القدرة أو القوة من بعد هاد الحرب هذه، من بعد هاد المعاناة اللي عايشها في هاد الحب ديال هاد الشخص هذا. ضعيف يا ترى يتبدل غيواني، غيواني يرقى وحالتي تزيان. كيقول بانه انا ضعيف، كنتمنى يا ترى، يعني كنتمنى يتبدل غيواني. غيواني المحبوب ديالي، الغيوان هو الحب، وكنظن هنا غيواني اي المحبوب ديالي. كنتمنى يتبدل المحبوب ديالي، كنتمنى يرجع للصواب ديالو ويرق، يعني يرق لحالتي نبقى فيه. وهكذا غنزيان، غتزيان الحاله ديالي، ما غنبقاش مخطوف، ما غنبقاش ضعيف، ما غنبقاش عندي قليب رهيف الى اخره. تزيان في قريب يقبل سلطاني، يعني غتزيان الحاله ديالي. وفي قريب يقبل سلطاني، يعني يجي هذاك السلطان، داك الامير اللي عنده داك الجيش الى اخره، يجي ويقبل ويقرب لعندي، ويقرب لعندي. سلطاني بيدو نغدرو كيسانو، منين يجي نغدرو اي نكبو، اي نشربو. يعني من اليد ديالو يكب ليا كيسان. كيسان ديالاش؟ كيسان ديال الرحيق على كل الواني. كيسان من الرحيق، ربما الخمر، ربما شي شراب زوين اللي عنده الوان مختلفه. وانا قبالته سكران، يعني انا قدامه كنشرب من هذوك الكيسان اللي كيكب ليا بين يديه، وفرحان وسكران. يعني علاش؟ لانه المحبوب اخيرا جا، اخيرا عطف، اخيرا ما بقاش يعني غاضب عليا، ما بقاش متيهني يعني بالجيوش ديالو، بالعساكر ديالو. سكران يا هليشي يعطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران. القسم الرابع. جيران ناشطة بالراح. الراح أعتقد هو الخمر، مازالين في نفس السياق. بالراح والصحاب تميح. تميح أي تتمايل، غالبا تتمايل. تميح والشمع نواح، يعني الناس. كيوصف دابا الشاعر واحد الجلسة اللي فيها المحبوب ديالو كاين ومعاه ناس اخرين، كلهم فرحانين، كلهم ناشطين، كلهم يعني كيشربوا واحد الشراب اللي هو زوين، كلهم كيتمايلوا بالفرحة، كيتمايلوا بال بالسرور. والشمع يعني الشموع شاعلة في كل بلاصة، والشموع نواح، نواح بالدموع يسيح. هذا تشبيه بحال الشمعة يعني كتبكي ملي وهي شاعلة، دوك الدموع ديالها يعني بحال الدموع، بحال كتبكي. والدموع كتسيح والوتار أصح. الوتار خلاص باين هو آلة موسيقية، هو والرباب. الوتار والرباب آلات موسيقية. يعني بمعنى الشاعر كيقول لنا بأن هذه الجلسة راه فيها الموسيقى، فيها يعني الصحبة الطيبة، فيها الناس المزيانة، فيها المحبوب ديالو بطبيعة الحال. يصيح والغزال يجاوبني للغاني، والغاني صوته يذهب الحزان، يعني الرباب كيتكلم، يعني كيعطينا موسيقى. والغزال يعني المحبوب ديالي كيجاوبو، ربما كيغني، ربما يعني المحبوب ديالو كيغني مزيان. وهذا الصوت ديال هذا المحبوب ديالو كيخلي الاحزان كامله تمشي، يعني يذهب الاحزان. الحزان ينقلب بالسرور والسلواني، يعني داكشي اللي كان عشناه ديال الحزن بهذا الغناء، بهذه الجلسة غيولي سرور وغيولي السلوان. السلوان هو الوقت المزيان في الملحون. السلوان هو السرور بصفة عامة، هو العكس ديال الحزن.
سلواني بوصال قد غصن البان. غصن البان هو المحبوب. هذا وصف يعني اللي كيعطيوه الملاحنية عادة الحبيب ديالهم تيقولوا غصن البان. بحال شي حاجة يعني رقيقة، شي حاجة اللي ثمنها غالي، شي حاجة اللي هي جميلة في النظر إلى آخره. البان في رياض محتفل يرضاني، وحنا جالسين في واحد الرياض، في واحد المكان، في واحد الحقل اللي فيه يعني الورود وفيه الأعشاب إلى آخره. ونميس بالهوى نشوان، أي نتمايل بالهوى. نشوان أي منشوي أي فرحان. نشواني يا أهلي شي يعطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران. القسم الخامس والأخير كنظن. جيران عنهم سلام، سلام بالزهر مختوم، مختوم طابع بن سام، بن سام طيبتو منسوم، منسوم فاتح تبسام، تبسام من تغروم بسوم. يعني هنايا بحال انتقلنا من داك القاموس ديال الحزن، القاموس ديال الفرح، القاموس ديال الرائحة الطيبة، القاموس ديال الابتسامة، القاموس ديال الضحك إلى آخره. جيران عندهم سلام، سلام بالزهر مختوم، يعني كيسلم على دوك الجيران ديالو تيقول لهم السلام عليكم، كيعطيهم الزهر اللي هو يعني مختوم رائحته زوينة. مختوم طابعه بنسام، يعني فيه رائحة زوينة. بنسام طيبته منسوم، منسوم فاتح التبسام، أي ورد، ربما ورد يعني كيعطيه الجار ديالو اللي هو مفتح، ورد اللي هو جميل، ورد اللي هو رائحته ذكية ورائحته يعني طيبة. تبسام من تغر مبسوم، بطبيعة الحال كيبتسم لهذا الجار هذا اللي هو فرحان بالجورة ديالو. تغر هو الفم، تغر مبسوم يعني التغر اللي هو ضحك، أو فم اللي هو ضحك أو باسم. مبسوم اسمي ميم وحا كفاني، كفاني ميم والدال للتبيان. هنا ميم وحا، ميم ودال إلا جمعناهم محمد، هي السمية ديال الكاتب. غالبا في القصائد ديال الملحون في الاخر ديال القصيده كيكونوا جوج ديال الحوايج. اولا ولا تيكونوا بزاف ديال الحوايج في الحقيقه. تيكون بعض المرات النسب ديال الكاتب، تما فين تيقول الكاتب شكون هو، تما بحال قلتي فين كيوقع الكاتب القصيده ديالو او الشاعر القصيده ديالو، تما فين تيقول انا فلان بن فلان وانا اللي كتبت هذه القصيده. بعض المرات تيكون تما ما يسمى بالزرب. الزرب هو الهجاء، بحال قلتي الكلاش اللي كنعرفوا دابا حنايا في الاخر ديال القصيده. كيجي الملاحني وكيدير واحد الزرب. الزرب هو داك الناس ديال الباديه غيعرفوا شنو هو الزرب. الزرب هو واحد الشوك اللي كانوا شحال هذه الناس كيعلموا به الحدود ديال البلاد ديالهم. يعني باش كنعرف البلاد ديالي انا كنزربها، اي كندير فيها واحد الشوك باش هذا كنقول هذا هو الحد ديال البلاد ديالي، هنا فين كاينه البلاد ديالي، باش ما كيقرب ليها حتى شي واحد. كذلك الشاعر ديال الملحون كيجي حتى الاخر ديال القصيده وكيزربها. كيزربها اي كيدير فيها واحد اما تحدي، اما هجاء كيسب يعني مباشره كيسب الناس اللي مثلا غيتجرؤوا على القصيده ديالو وغيقولوا بانه هو ماشي شاعر مزيان الى اخره. فهاد القضيه هذه كتكون كاينين شعراء كيديروها، كاين شعراء ما كيديروهاش. كنظن صديق الدول العالمي ما كانش كيزرب القصائد ديالو، اي ما كانش كيسب في القصائد ديالو، ولكن ربما تكون شي قصيده اللي هي يعني حاله خاصه. فربما هذا الشيء اللي مازال نتكلموا عليه في المستقبل في فيديو بوحدو، يعني هذه القضيه ديال الزرب مازال نعاودو نتكلموا عليها. فهنا كنلاحظوا بانه سي محمد ابن الكبير كيعطينا غير الاسم ديالو، وكاين واحد شويه ديال الزرب، ماشي شي زرب كبير، ولكن يعني كاين واحد السطر اللي تيقول هنا: تبيان ضيف بيان الزور معاني، المعاني عندي مفننات فنان. يعني كيشكر في الكتابه ديالو، تيقول شوف المعاني اللي عطيت لك، شوف يعني الفن اللي كتبت، شوف القصيده كيفاش دايره. كتفتن، شكون كتفتن؟ كتفتن من جحد ميزاني، من جحد في ميزاني، يعني اللي كذب في القدره ديالي، اللي كذب كذب يعني القدره ديالي على نظم الشعر ونظم الملحون اللي هو زوين بزاف. فها هي القصيده برهان، ها هي القصيده كتبين القدرات ديالي، كتبين يعني كيف تنقولوا المكانه ديالي في الملحون. ميزاني زها كهول وشبان، اي الناس اللي كبار والناس اللي صغار اللي سمعوا هذه القصيده اللي هي ميزان بالنسبه للشاعر راهم غادي يزهاو، راهم غيفرحوا. القوافي من فضل الغاني، هنا تيقول بحال سيدي ربي هو اللي فضل عليه يعني باش يكتب هذه القوافي اللي بالنسبه له هي شي حاجه زوينه بزاف. بطبيعه الحال ممكن نتفقوا معاه لان القصيده جميله جدا، والقوافي ديالها والميزان ديالها جميل جدا. فضلوا يعمنا في الان، يعني الفضل ديال سيدي ربي يغمرنا حالا وفي القبر وفي البعث. يعني كانت كيتمنى انا بحال الدعاء. وحتى هذه القضيه من العاده ديال الناس ديال الملحون، خصوصا في القصائد ديال العشق.
اللي كيكون فيها يعني التكلم على على المحبوب، على الخمر الى اخره. في الاخر ديال القصيده من عادة الملاحنية أنهم يطلبوا المغفرة من سيدي ربي، ويقولوا بأنه راه هذه القصيدة كانت غير يعني غير كان مزحوا بها، ماشي شي حاجة اللي هي زعما بصح حنا ما كنأمنوش داكشي اللي قلنا تما، وإنما بطبيعة الحال كنا غير كنكتبوا باش نفرحوا الناس اللي كيقراو، باش نفرحوا يعني راسنا حنا الأولى بعدا. فهنا كيطلب من سيدي ربي يعني المغفرة، بحال واحد التقرب من الله من بعد ما ربما دار بعض يعني الذنوب في القصيده ديالو. كيطلب يعني كيطلب المغفره من سيدي ربي. فتيقول كنتمنى يعمنا يعني الفضل ديال سيدي ربي حالا، ويعمنا في القبر ملي نكونوا في القبوره ديالنا، ونهار نتبعتو بطبيعه الحال. وكيقول يا ربي ما نشوفش المحان، ما نشوفهاش يعني بعينيا بالعيان، بعيان يا اهلي شي يعطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران. فهذا بعجاله كان هو يعني مش شرح خفيف. بطبيعه الحال انا ماشي يعني خبير في فن الملحون، انا فقط شخص عزيز عليه الملحون، وعزيز عليا نسمع الملحون. ومره كنسمع شي قصيده كنحاول نقلب على المعنى ديالها بصفه عامه، كنحاول نفهم المغزى العام منها. فما تواخذونيش الا درت اخطاء، وغالبا غنكون درت اخطاء، فما تواخذونيش. والا كانت عندك شي اقتراح ولا شي ملاحظه ولا شي حاجه ربما نكون يعني غلطت فيها، ما تبخلش علينا في الكومنتات. مرحبا بأي واحد، مرحبا بأي رأي. ومن هنا قدام إن شاء الله كل مرة غناخد واحد القصيدة، واحد الأغنية ولا قصيدة ديال الملحون، وغنحاولوا نكتشفوها كاملين. هكذا نقدروا نتذوقوا الملحون اللي كيف تيقول الملاحنية حلاوته في كلامه. بيا خد عقلي وخرب ديواني، ديواني باللفظ ابقى حيران، حيراني يا اهلي شي عطف جيراني، جيراني الغدر عيب الجيران.